يا صباح الفل، يا صباح الفل، انا قاعده في البلكونه، لا بيا ولا عليا ولا حواليا، قاعده بفطر، انا بشتري رغيفين في الفرن. شايفين عيش الطابونه حلو ازاي؟ تحفه، ربنا يديمها نعمه وينتقم من اي حد ما بيرعيش ضميره في لقمه عيشه. قاعده بفطر يا ولاد، لا بيا ولا عليا ولا حواليا، الاقي ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قاعده في البلكونه قلت افطر، عملت كوبايه الشاي، كنت محمصه رغيفين في الفرن. عيش الآلي الجميل دون. الرغيف عندنا بشيلن على فكره، بس شكله حلو تحفه ازاي. تمام، خليكم المفاجاه، حته جبنه قديمه ودي المصحف بتاعي. بعد ما خلصت ورد قلت اكل لقمه علشان اخد العلاج. حلوه يا جماعه. كلت اول رغيف ولسه كوبايه الشاي فيها شويه، قلت اخد حته من الرغيف التاني عشان اكمل فطاري، عشان اقوم اخد الدواء. ابص كده الاقي ايه؟ يا حسن الصدى هنا يما، ده ايه ده؟ دبانة ولا صرصار ولا ايه؟ الله يخرب بيوك، حسبي الله ونعم الوكيل. ادي عيش الطابونة، فوضت امري لله. الله اعلم انا اكلت الرغيف التاني على عمياني. استرها علينا يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، ادي عيش الطابونة يا ولاد. فوضت امري لله. يعني حتى لقمة الغلبان ما تراعوا ربنا فيها يا جدعان. احنا لو معانا فلوس نجيب دقيق، هنجيب دقيق ونخبز في البيت، ولا الحول الافران والزبالة دي. لو ربنا يوجع بطنكم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. حسبي الله ونعم الوكيل. انا اقوم ارجع بقى دلوقتي، اقوم ارجع وجاي لكم تاني ان شاء الله.